في هذه النسخة من هذه البطولة. الوداد يلعب أمام فريق شبيبة القبائل أيضا في مواجهة مغاربية خالصة، أيضا ديربي أيضا مغربي جزائري. يعود أيضا لمساعدة قلبي الدفاع في البناء. فتح اللعب على الطرف الأيمن لمحمد بن علي، يلعب كرة في الأمام. بن علي مرة خطيرة، استلام، محاولة تسديد، والمراوغة ترتد من جديد إلى حمد لوني اللي دخل عمق الملعب، لكن كرة لوني مخطوفة من جانب نايو إيوالا انطلق الآن بسرعته على الجهة اليسرى. إيوالا مع غيث الوهابي، لكن عدى إيوالا وغيث الوهابي. غيث الوهابي عدى إيوالا، لعب كرة بالعرض خطيرة. فريد شباب لوزداد وضربة ثابتة جديدة ملعوبة خطيرة رأسية مرت أعلى المرمى القريب، لكن كانت محتاجة لمسة بسيطة من جانب ربيعي. كانت محتاجة لمسة ليلو دربيعي خدها من على القائم شعيب كداد. يا سلام يا شعيب، خطأ كبير من جانب القائد سفيان بوشار، ولا مرور من اليكسيس جندوز اللي خرج طبعا لملاقاة بن حمودة، اللي عدى بن حمودة. خلاص هو المباراة تعتبر لتحديد المركز وليست مباراة من اجل الصعود. خطيرة مقطوعة، الفرصة للترجي، مراوغة تأتي الآن وهدف أول يضيع على فريق الترجي. يا سلام على الإنقاذ، عاد وأنقذ مرماه من هدف أكيد. امامنا المتميز في هذه اللقطه اللاعب. هناك مطالبه بلمسه يد من جانب لاعب فريق الترجي بركله جزاء. حمد لوني مرر كره في الامام سريعه للترجي امام منطقه جزاء فريق شباب لوزداد. فرصه الان للتسديد، يا ولد على التسديده. الاحمر يبدا على 23 عام اللي هتلعب في المغرب، خرج امام المنتخب الغاني. التعادل بدون اهداف والخساره بهدف مقابل لا شيء. إيوالا يلعب كرة في الأمام لوامبا وتسديدة مرت فيبرز الأوغندي طبعا في المركز الأخير برصيد نقطتين. هذه كرة على الأرض ملعوبة خطيرة أمام منطقة الجزاء، تسديدة لكن مرت إلى رجل اليكسيس جندوز حارس مرمى فريق شباب لوزداد. يبدأ في الخط الخلفي والكرة فيها الضغط من جانب فريق الترجي. حمد لوني سادس تحرك في الامام من جانب غيث الوهابي. غيث كميات كبيره لهذا اللاعب. غيث الوهابي تاخذ جميله، عرضيه خطيره مرت، لا زالت تسديده جول. لا اليكسيس جندوز. ترجي بخمس لاعبين داخل منطقه الجزاء، تسديده والحارس جندوز يتصدى في اللحظه. لا سدد لاعب اخر، قد يسدد محمد اسلام بكير، تسديده مرت اعلى المرمى، ركله مرمى. وبالتالي الوداد حتى الان في صداره المجموعه الاولى، حامل لقب هذه البطوله شبيبه القبائل في المركز الثاني. هنا حتى الان بهذه النتيجه الترجي اول وبلوزداد الثاني. وهذه تسديده بن حموده مرت يا بن حموده الى ركله مرمى. التأهيلية لا تدخل في حسابات لائحة الهدافين في هذه البطولة. ليليبو بأربع أهداف. هذه لوني يلعب كرة بالعرض خطيرة، التسديدة وجندوز من جديد بدون ضغوطات. تعادل سيرفع رصيد الترجي ل 11 نقطة، ويكون جمع نقطتين فقط في 3 مباريات في الدور الثاني. لكن خطيرة جندوز، يا ولد يا جندوز. ايمن بوجرة بالقدم اليمنى، بورديم سدد في الحائط. وصافرة نهاية هذه المباراة تأتي الآن مشاهدينا متابعينا في كل مكان.